ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشني. النهارده انا بعمل اكله كده في السريع. آه، صينيه كوسه بالفراخ المشويه او فراخ مشويه بالكوسه يعني. دي بصله وعليها توابل ملح وفلفل وكمون، وبهارات 7. ودي فرخه انا بتبلها وعينها في الفريزر. هنا انا حطيت معلقه سمنه بلدي وعليها شويه حبهان ومعلقه سكر، حبه سكر صغيرين. وبعدين هنزل عليهم بالبصلة ومعاها قرن فلفل. اشوحها شوية لغاية ما تاخد لون كويس كده شوية معاها. وبعدين هحط الفراخ معاها تتقلب كويس وتاخد لون، تتشوح يعني الفراخ تتشوح مع البصلة اللي هي البنية ديت، وتاخد لون حلو كده كأنها مشوية بالظبط. وبقلبهم كويس قوي. و بعد كده هنشوف هنعمل ايه. ان شاء الله تعجبكم، جربوها. انا بحب الصوص بتاع الفراخ دوت، بيبقى طعمه جميل قوي. والفراخ ديت يعني تغيير شوية. هقلبها كويس مع البصلة ديت لغاية ما تاخد لون كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين هعمل صينية كوسة. حاجة بسيطة كده سهلة بسرعة. آه، دي هجيب كوسة حطيت هنا بقى شوية مية على الفراخ، نقطة يعني نص كوباية مية، واغطي عليها عشان تستوي في عرقها على الهادي كده. بس هنا الكوسة انا جبتها والطماطم وقرن فلفل. دي الفراخ بوريها لكم وهي بتستوي. الكوسة دي بقى انا هعمل لها بصلة نية، انا بحب اعمل الاكل ني في ني. دي بصلة نية عليها ملح وفلفل وقرن فلفل ودوت شوية حمص طبيخ كنت نقعهم قبلها بنص ساعة. وهقلب كل المكونات كلها مع بعض وهشوحها على النار. هقلبهم كله ني في ني على النار كده، يتشوح كله على النار ني في ني. شايفة يا خوخة؟ عشان تتعلمي وتعرفي تطبخي الاكل ني في ني. كفاية الاكل بتاعك اللي عيا الراجل وتعبه، المسبك والمشمر والمحمر ده. بصي بقى عشان تعرفي انا بعمل الاكل ني في ني ازاي عشان ما يتعبش. دي كوسه انا بحب اعمل الاكل بتاعي كله ني في ني، وهقلبها كلها شويه على النار لغايه ما تستوي كلها بميتها. وبعدين هحط عليها الطماطم عشان تتسبك. يعني هي اتشوحت كده شويه، حطيت عليها بقى الطماطم تتسبك فيها مع بعضها كده كلها ني في ني. تمام كده، بقت جميلة كده ولونها هيبقى حلو. شفتوا اهي اتسبكت خالص. وكمان الكوسة قربت تستوي، حطيت عليها الفراخ وحطيتها في الفرن. على فكرة الفراخ كده مش محروقة، بس هي البصلة اتحط عليها على الوش، حمرها شوية. ده الرز بقى بتاعي عملته، بحب رز بشعرية. انا بحب الشعرية يكون لونها غامق شوية عن الرز. يعني كل واحد بيحب ليه طريقة معينة. شايفة الرز بتاعي يا خوخة؟ عايزة بقى اقول لكم الرز ده بيبقى طعمه جميل وريحته حلوة قوي، وبعمله برضك بسمنة بلدي وشوية زيت. شايفين بقى الرز عامل ازاي؟ رز كل حباية لوحدها، كل حباية مستقلة بذاتها. وده بقى الزيتون والليمون بتاع خوخة اللي هي عاملاهولي مرات اخويا. هي عاملة طبعا كمية كبيرة جدا، فهي جابت لي برطمان 2 كيلو بس. يرضيكوا يعني؟ ينفع يعني برطمان 2 كيلو بس. وكمان عارفة ان انا عندي املاح وجايبالي الزيتون يا خوخة والليمون عشان تموتيني. ماشي يا خوخة. وده الصوص بتاع البصل البني، بحب اكله بالعيش، بيبقى طعمه جميل قوي. ويا رب يكون الاكلة البسيطة دي بتاعتي عجبتكم. وده الزيتون، شايفين الزيتون؟ انا بس عدت المقطع بتاع الزيتون ده تاني عشان اوريه لكم. ايه رأيكم؟ عايزة اقول لكم ان خوخة مرات اخويا بتعمل كميات زيتون وليمون كتير. هي بتخلله بتبيعه. فايه رأيكم؟ عاملة اكتر من 50 كيلو زيتون. وينفع تجيب لي برطمان 2 كيلو بس وبرطمان واحد بس؟ ينفع الكلام دوت؟ بس اما اشوفك يا خوخة.
انا عمتك تبعتيلي برطمان واحد بس وانتي عندك كتير جدا، وكمان عارفة ان انا عندي املاح وبعتلي الزيتون، عايزة تموتيني؟ انا عارفة ان انتي عايزة تخلصي مني، بس انا عدتلكوا المقطع بتاع الزيتون دوت عشان تشوفوا كويس وتقولولي رأيكم فيه. هي مخللاه بالخلطة بتاعتها، هو زيتون وليمون. وبعتلي برطمان واحد بس، يرضيكوا كده؟ شوفوا بقى هتقولوا ايه الخوخ. يا رب الفيديو بتاعي النهاردة يكون عجبكم، ودي حاجة بسيطة، ويلا مع السلامة.